وللصين حساب اخر. ولهذا المغرب غدا بغى يكون عنده كلمه. انا كنت بحال اللي كيتفرج واحد المباراه ديال التنس، ها هي مشات لروسيا، ها ترامب كان، ها الاخر مشى لهنايا، ها الامارات جاو عندنا كوسيط ديال الصهاينه لهنايا، ها الاراضي ديالنا مشات، ها الحوت ديالنا مشى، ها المعادن ديالنا مشات. ما يمكنش. علاش؟ لانه ما كاينش برامج اللي هي كتنافس في هذه البلاد وتصبو انها تحكم وتدي البلاد بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه. ما كاينش. حنا شفنا الحكومه الاخرى نهضروا عليها الاخرانيه مع هذيك اللي وقعت التصوير، راه دابا ما بقات عرفت علاش من الحبل تاعها ولات القضيه الفلسطينيه. وما عرفتوا القضيه الفلسطينيه بهذه الاهميه وانها قضيه امه. لماذا وقعتم؟ واذا اجبرتم على التوقيع كان لزاما انكم تستقبلوا ديك الساعه. تجيو دابا عاد تكتبوا على الغرباء السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير بخير، راه القضيه الفلسطينيه. والاخرين هادو اللي كيحكموا وجمعوا داروا لنا ميسا جميع الامكانيات، لا بترول لا غاز لا معادن لا كل شيء. هادو دابا اش غنديروا؟ ما نديروا، ما عندنا ما نديروا. يلاه نشربوا الراعيات ونهبطوا للصحراء ونهزوا العلب. القضيه الوطنيه ماشي قضيتكم وحدكم، هذه قضيه كل المغاربه. هذه راه أريقت من اجل هذه الشهداء. اذا ما كاينش برامج تتبارى. وحتى المعارضه قررت انتخابات قالوا طب حنا بغينا نقدموا غير ملتمس. هذا الملتمس ديال الرقابه هذا ما تشاورش معايا. وبقاو كيداروا شكون اللي غيقدموا ما يقدموش ما قدموش. ودابا هذا الشيء ولا كيديروا 500 تعديل اخر على بعض القوانين المهمه اللي كيصوتوا معاهم. اذا انا مولا لوبا حنايا ولينا عباد الكراسي، ما بقيناش كنخدموا لهذه البلاد ونفكروا. ولهذا تكلمت في البدايه على التصور الفكري والتيه استراتيجي وغياب البرامج. حنا عندنا واحد البرنامج على تواضعي، ولكن حنا كنظنوا بانه يمكن يعاون من اجل انقاذ الوطن ووضع البلاد على السكه الصحيحه ديال التنميه، واللي الاساس ديالها هو البدء بالبناء الديمقراطي. هو اننا نشتغلوا باش نستجبوا للمغاربه اللي هما كيتسناو، وباش يمكننا نديروا واحد التعاقد اجتماعي جديد ونديروا مصالحه مع الجهات المهمشه من المغرب على رأس الريف ونديروا قطاع يحفظوها. لانه راه ما يمكنش من ماكيافيل وقبل الماكيافيل كلما كانت السلطه لوحدها مستبده فلن تصلح باي شيء. اذا ما علينا الا ان نشكل سلطه مضاده. السلطه المضاده بالامس كنا كنقولوا وحده اليسار، كنا كنقولوا غادي نجيو هذا الموضوع. اليوم الشعب ينتفض في كل منحى. اذا خاص واحد الجبهه شعبيه للنضال. كل قضيه بانت عادله خصنا نكونوا كلنا موجودين في الساحه مع اصحابها وتتعاونوا باش يمكننا نضغطوا، حيت راه ما كاينش اللي كيخوف الحكومات الا الضغط الكبير. اما الا خرجتي 10 الناس كل 10 7000 مبروك. ولهذا المغرب الهامش ديال اللعب ديالو قليل. نقدروا نقولوا نفس الشيء بالنسبه لفرنسا، ولو انه كاين فوارق كثيره زعما لا مجال للمقارنه. حتى فرنسا حتى كتلها 3000 يعني مليون ديال اليورو ديال مليار اليورو 3 مليار ديال اليورو. المهم حنا قلنا في هذا الاطار عطفا على ما قاله السي مصطفى، كاين واحد التصور اخر ان الحكومه عندها واحد التصور كبير وكتشوف بعيد ماشي بحال الاحزاب السياسيه اللي عندها لحظه معينه وكتقول ان علاش ما تحركاتش وعلاش مشات للتطبيق، وانه الان العالم يفكر او السياسه العالميه الكبرى تفكر انه افريقيا خصها تكون كعضو في مجلس الامن